الفيديو اللي معايا لأحمد الطيب، هو بيقول احنا بنعلم اولادنا ان التلاتة اكبر من الخمسة. تخيل يا مؤمن، احنا في القرن ال21 وهو لسه جاي يقول ان نادي الزمالك نادي القرن الحقيقي. اعمل لايك للفيديو ده ابو الصحاب واسمع الكلام اللي هيقوله احمد الطيب، وبعدين هنرجع نرد عليه رد ناري في الكلام اللي هو هيقوله، لان هو قال كلام يعني ما يعديش على العقل كده مرور الكرام. اسمع معايا قال ايه وبعدين هنرجع نرد عليه. هو النادي الاهلي النادي الاكبر في مصر؟ نعم، النادي الاهلي هو النادي الاكبر في مصر. ليه؟ طبعا. ليه؟ طبعا انه واخد بطولات اكتر. بالظبط. يبقى اللي بياخد بطولات اكتر بيبقى ايه؟ اسطوره اكتر. يا سلام عليك. بطولة ابطال افريقيا حتى سنة 2000 القرن ال20 الزمالك كان واخدها اكتر. يبقى مين الافضل؟ طب سنة 2024 ما تدخلنيش بقى في ده، الكاف هو اللي بيختار. انا وانت مش بنفهم. لا كاف ولا سين ولا صاد ولا عين، كاف ايه يعني احنا هنعلم الاولاد الصغيرين، وانا حاسس انها مقصوده منك ان الكلام ما يطلعش برضو ايه يعني اغلوش يعني عليك عشان خاطر انا اهلاويه. بحس شويه كده. ده اتهام خطير والله وحاسس ان اللبس الابيض اللي انت لابساه ده مش على اقتناع. لو اقنعتني اسكت واديك فرصه. برافو عليك، انت جميله. قول لي كلام مقنع. انت جميله. يلا بص يا ست الكل، النادي الاهلي هو النادي الاكبر في مصر وفي افريقيا. ليه؟ لانه الاكثر حظا للبطولات. كلام سهل ولا صعب كده؟ اتفضل كمل. مستني بس، مش عايزه تردي عشان ما تحسبش عليكي بعد كده. اتفضل كمل. مش سهله. النادي الاهلي لانه الاكثر حظا للبطولات كارقام. طالما انت قررت تقيمها كده، حتى سنه 2000 كان الزمالك الاكثر حظا لبطوله اللي بيقيم من خلالها الافضل. ده 9 بطولات بشكل عام، وده 7 بطولات، ده 4 بطولات وده بطولتين، يبقى مين؟ الموضوع ده قتل بحثا. ولكن المشكله عارفه في ايه؟ المشكله ان احنا بنتوه اولادنا الصغيرين، بنعلمهم ان الشمال يبقى يمين واليمين يبقى شمال، بعلمهم ان الصغير يبقى اكبر من الكبير من ناحيه الارقام. اللي مدرسين الحساب والرياضه في المدارس بيعلموه لاولادنا، احنا بنضيعه ونبوظه في كلمتين في الشاشه عشان مباراه كره قدم. ازاي اقول ان فريق واخد 9 بطولات اقل من فريق واخد 7 بطولات؟ كده الولد هيروح يقول لابوه في المدرسه يا بابا ال3 يا بابا اكبر من ال5، في ايه يا بابا؟ هيقول له ايه ساعتها؟ طب ممكن اتكلم؟ اتفضلي. هقول لك حاجه عشان نقفل الصفحه دي. اتفضلي. اسال الاتحاد الافريقي. هم اللي بيقرروا، مش احنا اللي بنقرر، لا انا ولا حضرتك. دي منظمه دوليه قاريه هي اللي بتختار، صح ولا لا؟ هل عندك اعتراض في ده؟ انت ايه رايك انت؟ انا مصدقاها. طبعا انا عايزك تعمل لايك وشير عشان خاطر الكلام اللي بيقوله احمد الطيب ده يوصل للناس. طيب احنا لو هنتكلم عن نادي القرن الحقيقي هنقول لك ان النادي الاهلي نادي القرن من غير ما نقول الحقيقي، لان الحقيقي دي بتاعت نادي الزمالك اللي هم اصلا يعني قعدنا نشرح ونقول بقالنا كام سنه بنشرح في القصه ونقول يا خلقي اهو دي بالنقط، يا خلقي اهو يا خلقي اهو البطوله دوري ابطال عليها كذا نقطه، البطوله الكونفدراليه عليها كذا نقطه، وصولك لنصف النهائي عليه كذا نقطه. قعدنا نقول الكلام ده وهو بيقول قتل بحثا. يا راجل قتل بحثا؟ طب ما الكلام ده يعني محسوم من سنة 94 لما الأستاذ مراد فهمي طلع وقال وطلع قرار إن هي بالنقط وليس بالبطولات. واخد البطولة دي يبقى عليها كذا نقطة، واخد البطولة دي يبقى عليها كذا نقطة، وهو عارف الكلام ده، بس هم بيضللوا نفسهم. ولو يعني الموضوع يطول شرحه، لو أنا قعدت أشرحه لك هيعوز فيديو أقل واجب ربع ساعة. وطبعا الكلام الناس عارفة الكلام ده، والناس عارفه ان هو بالنقط. حتى دلوقتي لما جم بيشوفوا التصنيف لقوا ان الزمالك مالوش تصنيف دلوقتي اصلا في اول 10، يعني مالكش اصلا في قصه. يعني خلاص احنا القرن ال21 هيخلص اهو، بقينا في ربع القرن ال21 وهو لسه بيدور على القرن ال20. تخيلوا. يعني انا عايز اقول لك حاجه بس، يعني فرنسا كانت واخده كاس العالم، كاس العالم، وكان بلجيكا هي اللي مصنفه رقم 1 على العالم. هتقول لي ازاي؟ ارجع بقى لنفسك وقول انت هتقول لي ازاي، لان دي برضك بترجع للنقط، مش بالبطولات ولا حاجه. انا عايز بس الناس تفهم النقطه دي، واحنا يعني شرحنا كتير. انا مش عايز بس اطول عليك الفيديو لان الكلام ده مهم، والناس بتنساق او جماهير الزمالك بتنساق ورا الناس اللي زي دي او الكلام اللي زي ده، ويفضلوا بقى يرددوا وراه. وطبعا هم مبسوطين. الله
الله عليك يا كابتن احمد يا طيب، بتقول كلام جميل، بتقول كلام ممتع، ده احنا اختلفنا، ده احنا مش عارف ايه، ويعلقوا يافطة النادي القرن الحقيقي. احنا نادي القرن، بلاش الحقيقي ده عشان الحقيقي دي بتاعتهم هم. شكرا لكل الناس، اتمنى اللايك والشير، ولو انت مش متابعنا يا ابو الصحاب يا ريت تتابعنا حبايب قلبي.